ناس كتير بتقعد بالساعات تذاكر وفي الآخر النتيجة ضعيفة، والسبب مش في المجهود، السبب إنهم بيذاكروا في الوقت الغلط. هل في وقت ثابت للمذاكرة؟ خليني أقول لك الحقيقة الأول، مفيش وقت واحد هو الأفضل لكل الناس. أفضل وقت للمذاكرة هو الوقت اللي عقلك فيه صاحي وتركيزك في أعلى مستوى، وده بيختلف من شخص للتاني. ناس كتير بيلاقوا إن الصبح هو أفضل وقت للمذاكرة لأن المخ بيكون لسه مرتاح بعد النوم والطاقة الذهنية بتبقى عالية. كمان الضوء الطبيعي في الصبح بيساعد على التركيز ويريح العين. وفي ناس تانية بقى تركيزها بيشتغل أكتر بالليل، خصوصا لأن الجو بيكون هادي ومفيش دوشة ولا مشتتات. الميزة هنا إنك بعد ما تخلص مذاكرتك وتنام، المخ بيثبت المعلومات اللي ذاكرته أثناء النوم. بس خلي بالك، السهر الزيادة ممكن يدمر يومك اللي بعده. لو ذاكرت بالليل حاول تخلص بدري وتاخد كفايتك من النوم، لأن النوم عنصر أساسي في قوة الذاكرة. اسأل نفسك سؤال بسيط: إمتى بحس إني مركز أكتر؟ بعد ما أصحى ولا بعد ما الدنيا تهدى بالليل؟ الوقت اللي بتحس فيه إنك بتفهم بسرعة وبتحفظ بسهولة هو ده وقتك الذهبي. علشان تستفيد من وقتك لأقصى درجة، اعمل جدول ثابت للمذاكرة، قلل المشتتات زي الموبايل، وزع المواد الصعبة على أوقات تركيزك العالية. ولو حاسس إن الكلام ده مفيد ليك، اعمل لايك دلوقتي واشترك في قناة كملها علشان يوصلك كل جديد يساعدك تطور مستواك. في النهاية، ما تضيعش عمرك بتذاكر في الوقت الغلط. اختار الوقت اللي يناسبك، نظم يومك، وخلي المذاكرة عادة مش معاناة. أشوفكم في فيديو جديد على قناة كملها، وافتكر دايما: النجاح مش صدفة، النجاح قرار.